السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بحضراتكم، يا رب كلكم تكونوا بألف خير. وحشتوني 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 جدا جدا جدا. عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ إن شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض وصفة حلوة جدا بمكونات بسيطة أوي في البيت إن شاء الله. هي كيكة الأستفندي اليوسفي. ده مالي الدنيا الأيام دي طبعا عند الناس كلها. هنحاول إن شاء الله نستفيد منه، نعمل منه كيكة حلوة جدا هتعجبكم جدا وتعجب أولادكم. ريحتها جايبة آخر الدنيا، طعم روعة، الريحة فظيعة، اللون حكاية. تعالي معايا نشوف المقادير، نشوف هنعملها ازاي والطريقة ازاي، بطريقة بسيطة جدا لأي ست بيت مبتدئة، لأي بنت مبتدئة داخلة لسه المطبخ جديد، هتعرف تعملها بسهوله جدا ان شاء الله وتطلع معاها تحفه بجد بجد. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. يلا بينا تعالوا نشوف، يلا بينا نروح المطبخ. بدأنا الوصفة بتاعت النهارده يا شباب، اللي هي كيكة اليوسفي او الاستفندي. معايا 4 حبات او 5 حبات من الاستفندي، طبعا مع عاملاه مفصصاه كده زي ما انتم شايفين حضراتكم. هيتضرب في الخلاط ولازق وايه، والمفروض نشيل البتاع الابيض اللي انتم شايفين حضراتكم ده. معايا طبعا قشر استفنديه واحده. شلت الحته البيضه اللي هنا، لان الابيض اللي هنا لو انت حطيتيه في الخلاط هيعمل معاكي مراره، مش هيبقى طعمه حلو. لازم تشيلي الابيض ده كله بالسكينه كده وهتكحتيه هيطلع كلته معاكي. معايا دي قشره استفنديه واحده، ومعايا 4 استفنديات مفصصه. طبعا هنضربه في الخلاط عشان نطلع منه كوبايه وربع من عصير اليوسفي. معايا 3 بيضات، معايا كيس فروتي عشان اعزز بيه اللون بتاع الاستفندي. هضرب ده مع اليوسفي هنا في الخلاط كده، تمام. هيديك اللون الاورنج الحلو عشان الكيكه بتاعتك تطلع ايه، لونها حلو، وفي نفس الوقت تطلع ريحتها حلوه وطعمها حلو. معايا كيس كيك شيف، معايا فانيليا، 3 بيضات، كوبايه زيت، كوبايه وربع سكر، هنحط الربع واحنا شغالين. معايا 3 كوبايات من الدقيق منخولين عليهم ذره ملح. ودي الصينيه، ده المعيار اللي بقول لحضراتكم عليه، دي اكبر صينيه في الطقم المستطيل اهي. اكبر صينيه في الطقم المستطيل. معيارها ايه؟ هقول تاني. انا الاول بطنتها وظبطتها وحضرتها قدام جنبي، وشغلت الفرن. اول ما تيجي تعملي كيكه من نجاح الكيك، اول حاجه تشغلي الفرن، تحضري صينيتك وتحضري مقاديرك وتشتغلي، تمام. كمان الحاجه اللي انت هتستعمليها لازم تكون بره التلاجة، ما تكونش طالعه من التلاجة وتستعمليها على طول. هقول تاني معيار، اللي هي الصينيه الكبيره، 3 كوبايات دقيق عليهم ذره ملح، كيس كيك شيف، فانيليا، 3 بيضات، كوبايه وربع سكر، كوبايه زيت، وكوبايه من عصير البرتقال لو انت هتعملها بالبرتقال، او اليوسفي، او اللبن لو حضرتك هتعملها باللبن، تمام. هروح اضرب اليوسفي ده في الخلاط معاه القشر معاه الفروتي، وهصفيه وارجع لحضراتكم تاني نشوف هنكمل بقيه الوصفه ازاي. اللون عامل ازاي؟ الفروتي عمل تركيز في اللون بتاع الاستفندي. طبعا انا ضربته صفيت زي ما قلت لحضراتكم، بيعزز معاكي اللون وبيديكي كمان ريحه حلوه جدا، تمام كده. انا كده اخدت كوبايه وهحط الربع برده معاكم في الخلاط، تمام. هعمل ايه بعد كده يا لولو؟ هجيب شفشق الخلاط اهو، احط فيه كوبايه وربع من العصير اللي انا عملته. شايفين حضراتكم اللون بتاعه عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. يعني جربي الكيكه دي ان شاء الله هتبقى معاكي تحفه ان شاء الله باذن الله. وادي الربع، بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت كوبايه الزيت، هحط البيض، هنزل ب3 بيضات اهو. قلنا حضراتكم الصينيه الكبيره بتاعت الطمي بتاخد 3 بيضات، الصينيه الصغيره حضرتك هتعملي لها بيضتين 2، تمام. حطينا البيض، نحط كمان على طول الفانيليا اهو. هروح اضرب دول وارجع اضيف السكر، وهقولك على الاضافه التانيه اللي هنعملها ان شاء الله، خليكي معايا. ضربت المكونات، حطيت ايه حضراتكم؟ كوبايه وربع عصير اليوسفي، معاها كوبايه الزيت، معاها 3 بيضات، معاها الفانيليا. طب نكمل بقيه المعيار بتاعي. كوبايه وربع سكر اهو، هنزل بكوبايه وربع سكر. المقاس اللي هو بتاع الصينيه الكبيره بتاعت الطقم كوبايه وربع سكر، المقاس الصغير كوبايه بس سكر. حضرتك عايزه تزودي شويه سكر كمان، بس هي كده مظبوطه جدا، مش مسكره قوي معاكي. حابه تزودي السكر كمان زودي براحتك، تمام. طيب ايه تاني يا لولو؟ حط معلقه خل صغيره، معلقه خل صغيره اهو. دي بتعمل محسن للكيك، وكمان بتشيل زفرة البيض تماما. ايه كمان؟
هحط البودر مع الخليط. طيب ليه مش احنا بنحطه على الدقيق؟ جربي طريقتي وان شاء الله هتطلع معاكي ناجحه 100%. ليه بقى بعمل الحركه دي؟ علشان البودر لما بحطه مع الخليط بتوزع كويس جدا، بتضرب كويس جدا مع الخليط، فبيبقى مش محطوط موجود في مكان ومكان. لا ممكن حضرتك تحطيه في الدقيق ما يتقلبش كويس. وده حاجه من الحاجات اللي الناس بتشتكي منها دايما في الكيكه، تقول لك الكيكه بتطلع جنب وجنب ليه. تمام، هروح اضرب المكونات وارجع لك تاني ان شاء الله. ضربت الخليط اللي في الخلاط، هنزل بيه على الدقيق وذره الملح، وهضربه زي ما انتم شايفيني كده، بقلب في اتجاه واحد اهو. مرجعش بالمعلقه تاني، هنزل بكل الكميه اللي انا ضربتها في الخلاط. ضربت ايه يا لولو؟ كوبايه وربع عصير يوسفي، معاها كوبايه زيت، معاها كوبايه وربع من السكر، معاها 3 بيضات، فانيليا، معلقه صغيره خل. تمام اهو، وكيس البيكنج باودر او كيك الشيف. حضرتك مش عايزه تحطيه في الخلاط، بس جربي طريقتي ان شاء الله هتعجبك جدا. طبعا ضربنا اليوسفي الاول في الخلاط، معاه كيس فروتي علشان يعزز لك اللون والريحه والطعم. صفيته طبعا علشان طبعا بيبقى فيه بذر. تمام، القشر لما حضرتك تحطيه مع الخليط لازم تحوشي الطبقه البيضاء اللي جواه. شايفين حضراتكم؟ ما برجعش بجيب سكه واحده اهو. لازم تضربوا الخليط كويس قوي. تمام، هقوم حاطاه بقى ان شاء الله فين؟ في الصينيه. لازم يا جماعه تقلبوا الدقيق كويس، لان بيبقى فيه تحت في ارضيه الطبق البلاستيك اللي انت بتعملي فيه دقيق، عشان ما يبقاش فيه تكتلات دقيق في الكيكه. تمام اهو. اتاكدت ان ما عادش دقيق؟ يلا بينا. هنزل بقى يا حبايبي بالخليط كده في الصينيه اهو. شايفين قوام الخليط بتاعك مظبوط ان شاء الله 100 100، لان انا مجربه المعيار ده كذا مره، مجربه الطريقه دي كذا مره في الصينيه دي. خدي بالك من شروط نجاح الكيك. اول حاجه اختيار صينيتك، تاني حاجه مقاديرك المظبوطه، تالت حاجه ان حضرتك تولعي الفرن قبل ما تشتغلي، رابع حاجه الحاجه بتاعتك لازم تكون خارجه من التلاجة بقى بفتره طويله قبل ما تشتغلي، يعني ما تكونش ساقعه. ايه تاني؟ راعي درجه حراره الفرن. تمام، حاجات كتيره جدا لازم تاخدي بالك منها وانت بتعملي الكيكه. كده خبطتين وادخل ان شاء الله على الفرن درجه حراره متوسطه على 180 رف الوسطاني، نرجع نشوفها مع بعض. كده يا شباب عامله الكيكه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، طالعه جميله جدا، تحفه تحفه بجد، ريحتها جايبه اخر الدنيا. طبعا ريحه الاستفندي مع القشر مع الفروتي عامل شغل جامد جدا. شايفين لونها عامل ازاي؟ طالعه تحفه بجد. المقادير مظبوطه جدا في نفس المقاس الصينيه ديت. هنبدا بقى ان شاء الله نعمل لها صوص، اللي هو صوص اليوسفي. هوريكي ازاي تعمليه بطريقه حلوه، هيدي طعم جميل جدا، واللي هيشوف الكيكه بتاعتك مش هيقول دي كيكه، هيقول ده جاتوه. يلا بينا تعالوا نشوف مقادير الصوص بتاعنا ايه. بعد الصوص معايا كوبايه عصير من اليوسفي اللي احنا عاملينه مع بعض، طبعا كنت مبقياه من اللي احنا حطيناه في الخلاط مع بعض. معايا كيس كريم كراميل، ومعايا صوص الكراميل. صوص الكراميل ده هسيبه للاخر. هحط في الخلاط كوبايه العصير، معاها ربع كوبايه سكر، معاها كيس الكريم كراميل، هضربهم وارجع لك تاني. حبايبي قلبت خلاص الكيكه على الصينيه اللي هقدم عليها، وهنزل عليها بالصوص. الصوص عملته في الخلاط، حطيت له معلقه نشا، رفعته على النار 5 دقايق بالظبط، مش اكتر من كده. تمام، هبدا اوزع بقى الصوص كده على الكيكه، بحيث ان انا اعمل لها زي طبقه كريمه. تمام اهو. ووزعه بقى عليها. ده صوص اليوسفي او البرتقال، ينفع على فكره تعمليه باي عصير. بعد كده يا شباب، بعد ما نزلت الصوص، هنزل بقى بالكراميل بتاع كيس كريم كراميل اهو. هتعملي كده خطوط كده رايحه جايه اهو.
كده يا حبايبي خلاص خلصنا. هنبدأ بقى نقطعها. حضرتك ممكن تعمليها على قد قطعة الجاتوه بالظبط. عملتي حاجة بسيطة جدا في البيت بمكونات بسيطة، ولا احتاجنا كريمة ولا أي حاجة، وتطلع معاكي زي الفل إن شاء الله. يا رب تكون فكرة النهاردة عجبتكم، والكيكة إن شاء الله تكون عجبتكم. ريحتها طالعة تحفة بجد، جميلة جدا. بألف هنا يا رب للي ياكلها. وتسلموا حبايبي، ويا رب كده ايه تعجبكم. جربوا ان شاء الله الطريقة، بإذن الله تعجبكم بإذن الله. تعالوا بقى نشوف الكيكة بتاعتنا. شايفين حضراتكم عاملة ازاي؟ شايفينها مهشه ازاي من جوه، عامله ازاي؟ طريه جدا وجميله قوي، وريحتها طالعه تحفه، وكمان زوقتيها عملتها زي قطعه الجاتوه بالظبط. يا رب تكون الفكره عجبتكم النهارده. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، تفعل الجرس، وتكتبي لي كومنت من حضرتك كده كويس، وتشيري الفيديو عشان كله يستفاد منه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.